كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنبدأ أول فيديو حاجات تقدر تساعدك في ان انت تتعلم وتشتغل. أول حاجة هنبدأ بيها ان انت لازم تتعلم، فاحنا هنقول لكم النهاردة أكتر 5 مواقع تقدروا تتعلموا منها، تاخدوا منها مواقع، تاخدوا منها كورسز اونلاين، كورسز وكورسز فور فري، وفي حاجات بتبقى طبعا مدفوعة، بس هو اللي هركز عليه اكتر هي الحاجات اللي بتبقى فور فري. اول موقع معانا هو edx.org. edx.org ده موقع كويس فيه كورسز كتير تقدر تتعلم. يعني تقدر عندك مثلا introduction to java programming، مثلا موبايل application، في حاجات كتير تانية زي creative مثلا problem solving. يعني هو في مجالات كتير أوي أوي أوي، يعني تقدر تلاقي فيه كل حاجة. مثلا ممكن لو دخلنا على كلمة بتاعت كورسز، ممكن تقدر تسيرش هنا على الكورس اللي انت عايزه. في لغات، في جرافيكس، في او architecture، art، biology، business، chemistry، design، programming، اي حاجة، وبتختار الليفل كمان advanced ولا beginner ولا ايه. في لغات كتير كمان، ما في الانجليزي، في تركي، في فرنساوي، في اسباني. والكورسات دي يعني مثلا بيبقى عندك verified courses، هما بيبقوا عاملها verification من عندهم. في الحاجات الهاي سكول والبروفيشنال education والكريدت، حاجات اللي بتبقى بفلوس. تمام، تقدر تتعلم منه كل حاجة وكل المجالات اللي انت عايزها. ده اول ويب سايت. تاني ويب سايت معانا هو يودا سيتي. يودا سيتي ده برضو من الويب سايتس الكبيرة قوي المدعومة من ومعمولة من جوجل، فيسبوك، مونجو دي بي، كلاوديرا، و AT&T، شركة اتصالات مشهورة جدا بره. بتقدر تتعلم منه حاجات كتير. تقدر مثلا تبقى iOS developer، داتا اناليست، اندرويد ديفلوبر، وفول ستاك ديفلوبر. وفي طبعا introduction to programming، تقدر تتعلم حاجات تانية طبعا. والحاجات دي معمولة من ناس بتبقى اللي هما في سيليكون فالي والحاجات دي. انت عامة تقدر تدور فيه على المواقع اللي انت عايزها، بتختار انت المجال اللي انت عايزه وبتبتدي تدور. تالت ويب سايت معانا هو كورسيرا. كورسيرا برضو من المواقع الكبيرة جدا جدا جدا، بتقدر تتعلم فيه حاجات كتير قوي. بتقدر تعمل سيرش على اللي انت عايزه تتعلمه. في عندك حاليا يعني 1072 كورس من 122 بارتنر. تقدر اهو introduction to finance، حتى المحاسبة والمالية والرياضة والحاجات دي، الالجوريزم مثلا، البروجرامينج، داتا ساينتست. في حاجات كتير قوي، ايكونومي مثلا. في طبعا انت ممكن تدور بعد كده في الكورسز من نفسها. لو انت مثلا عايز تتعلم جرافيك، تقدر تسيرش على الجرافيكس لودينج. طبعا بعد كده هتلاقي حاجات كتير قوي قوي قوي. يعني اهو تقدر تختار art، biology، business، chemistry، computer science، whatever يعني اللي انت عايز تتعلمه. الموقع اللي بعديه معانا هو يوديمي. يوديمي برضو من المواقع الكبيرة جدا اللي انت تقدر تتعلم منها، وتقدر كمان تبقى ان انستراكتور. لو انت عندك يعني انت عندك موهبة معينة، تقدر ان انت تدي كورس، ممكن تحط عليه كورسات وتقدر تبيعها بفلوس او فور فري على حسب انت ايه وجهتك. في الكورسز او ديفلوبمنت، بزنس، اي تي، اوفيس، بيرسونال ديفلوبمنت، ديزاين، ماركتنج، لايف ستايل، فوتوغرافي، حتى التصوير، تيتشر تريننج، ازاي ان انت تدرس مزيكا، السوشيال ساينس والماث ساينس والهيومانيتيز. وفي لانجوج عندك عربي، لاتيني، روسي، صيني، برتغالي، عبري. في others طبعا تقدر تدور في الحاجات اللي انت عايزها. اخر حاجة معانا وده تبع معهد MIT. MIT طبعا مشهور جدا في التكنولوجي، مشهور جدا جدا جدا، ناس كتير قوي بتحلم ان هي تدرس فيه. ده تقدر تدخل تشوف الكورسز بتاعته، بيبقوا حاطين اونلاين كورسز وكورسز فور فري. تقدر تدور في مثلا في الانفايرمنت، في الانرجي. تقدر تشوف في حاجات ترانسليتد كورسز، ممكن تلاقي اللغة بتاعتك سواء تركي، كوري، اسباني، ايا كان. تقدر تدور في الكورسز. يعني مثلا في الانرجي اهو ممكن تلاقي كورسز عن الانرجي، او مثلا physics of energy، global warming science، سوري، وكل الحاجات دي.
دي كده مواقع اللي ممكن تفيدك في ان انت تتعلم. فيها حاجات كتير قوي فور فري، فيها حاجات كتير قوي مدفوعة، بس هتلاقي ان انت تقدر تتعلم منه كويس. واي حاجة محتاجينها تاني هتلاقيها في الفيديوهات اللي جاية، واي حد محتاج اي سؤال يقدر يسأله تحت.